كلنا بيمر علينا أوقات بيبقى محتاجين فلوس، المصاريف خلصت آخر الشهر ومحتاجين فلوس، حد تعب، حادثة، عيل رجله اتكسرت، تعب على غفلة، مدرسة، زي ما انت عارف بقى والناس كلها عارفة عندنا مصاريف كتيرة. فنيكست كاش بيقولك ان انا بوفر لك اي مبلغ انت عايزه بدون ضامن، بدون ما تروح اي مكان من تليفونك. بيقولك من 500 جنيه ل50,000 جنيه. فطبعا يعني اغلب الناس ما عندهاش خبرة، ما عندهاش معلومة، بتيجي تخش على تطبيق زي عشان تاخد كارد. انا عايز اخد كارد، هيطلب مني ايه يعني؟ هيطلب منك حضرتك اسمك ورقم موبايلك، وحط صورة البطاقة ووش وظهر، وهيطلب منك جهات الاتصال بتاعتك والرسائل بتاعت الموبايل بتاعتك وفتح الصور بتاعتك، عشان طبعا ايه، هتديله صورة البطاقة وال او الكارنيه بتاعك او ايا كان الاي دي، او صورتك الشخصية، بيقول لك صورة سيلفي برضو. فيطلب منك كل الحاجات دي، بتفتح له برضو بروميشن، وتديله برميشن انه يخش على الصور والفيديوهات. كل الحاجات دي بيطلبها منك عشان يديك مبلغ القرض. طبعا انت بتقول المبلغ القرض اللي انت عايزه. طبعا بيجيلك تسجيل الاوتو بي برقم موبايلك، بيجيلك الرسالة، ممكن تتأخر شوية بس بتيجي يعني. بتدخل بقى، بتكمل بياناتك كلها، عنوانك، لوكيشن بتاعك، الفيسبوك بتاعك، اللي عارف عنك كل حاجة. انت بقى هنا مالكش اي دور في تحديد مبلغ القرض. انت طالب 5000 جنيه، فيجيلك حضرتك ان انت هتاخد 600 جنيه وهتسددهم 950. ازاي الكلام ده؟ طب فترة قد ايه يا جماعة؟ فترة اسبوع. طيب مش عايز يا جماعة. لا للأسف مفيش حاجة اسمها مش عايز. انت طلبت كارد ودخلت واديتنا بياناتك، وبياناتك اتسجلت عندنا، وخلاص على كده. واحنا خدنا صورك، خدنا لو في فيديوهات خدناها، الداتا بتاعت كل ارقام تليفوناتك واهلك ونسايبك وقرايبك وكله خدناه. طبعا يا بقى لو كانت بنت، والبنت بقى بتبقى مشكلتها اصعب بكتير، لان التهديد بيبقى اسهل والابتزاز بيبقى اسهل بكتير. طبعا تطبيقات بتديك يقولك 600 جنيه وتدفعهم 1000 جنيه خلال اسبوع، او 950 خلال اسبوع. وتطبيقات تانية او اكتر وساخة، اكتر وساخة. فبيقول لك مثلا انت ايه، جالك كارد ب10,000 جنيه، بس المصاريف الإدارية بتاعته 2000 جنيه. فتدفع ال2000 جنيه، تبعت لنا ال2000 جنيه، نبعت لك ايه، ال10,000 جنيه او 20,000 ايا كان بقى. هو بيقول لك في مبلغ مصاريف إدارية كذا، ابعتهم لنا على رقم فودافون كاش عشان اقدر ابعت لك الكارد بتاعك على بعضه. لازم تسدد المصاريف الإدارية قبل ما تاخد الكارد بتاعك. فطبعا في ناس برضو بيتنصب عليها. فانا نصيحتي ليكم يا جماعة، والله الموضوع ما مستاهل. اقصى حاجة هتاخدها 700 جنيه، وسددهم 1000 او 1100 في خلال اسبوع. ولو ما سددتهمش، تهديدات، اتصالات بقرايبك، بنسايبك، بمعارفك، بمديرك في الشغل، فلان واخد مننا وصورة بطاقته اهيت وطالب مننا فلوس، وهو حط اسم حضرتك في الضمان. يعني انت بيكذبوا ويقولوا ان انت قايل ان استاذ فلان ده ضامن ليا او استاذ فلان ده ضامن ليا. فطبعا هو بيتصل بيك ويقولك يعني انت كاتبني ضامن وحاططني ضامن وانت ما سددتش الفلوس، فتتحرج وتدفع. وللأسف الشديد بعد ما تدفع وينزل لك قرض جديد بفوائد جديدة ويتصلوا على حد جديد. الموضوع ما بيخلصش يا جماعة. نصيحة مني، محدش يفكر انه يخش مع التطبيقات دي خالص، الا لو كان نصاب بقى، وده منه لله، وهم كده كده منهم لله، عشان يديهم اسماء فيك، ارقام فيك، حساب شخصي فيك، فيسبوك فيك، اي حاجة. وهم بقى ايه، ياخد منهم 700 جنيه وينصب عليهم فيهم. غير كده ما انصحش اي حد مهما كنت مزنوق ما تلجأش للتطبيقات دي. لو عندك اي معلومة غير اللي انا قلتها، اكتبها لي في الكومنتات وانا هثبت تعليقك عشان الكل يستفيد. شير ولايك وسبسكرايب، واستناني تاني في تطبيق جديد عشان اقولك الجديد والمفيد في عالم التطبيقات في قناتكم مراجع برامج. سلام.